أثارت الفنانة التونسية بسمة بوسيل الجدل على السوشيال ميديا بعد نشرها ستوري بتقول فيها: ما تحبيش ولا تتجوزي شخص أسمر لأنه الأسمر بسرعة بيتوسخ، في تلميح واضح وصريح إن الكلام ده على تامر. بداية الحكاية: بدأت حكاية بسمة وتامر بعد ما شافوا بعض لأول مرة في المغرب، وتحديدا في مهرجان موازين، واللي قلب فعلا الموازين، ووقع تامر حسني في حب بسمة وفعلا اتجوزوا، رغم ان فرق السن بينهم كان 15 سنة. ومش كده وبس، دي بسمة اعتزلت الفن وفضلت الأسرة وقررت انها تكون أم وزوجة مثالية. بس قصتهم دي ما اتكتبش ليها انها تكمل، وقبل ما يحصل انفصالهم بشكل رسمي مرت جوازتهم بأزمات كتير. غيرة الحب في 2014 كانت أول مرة يحصل فيها خلافات بين بسمة وتامر على السوشيال ميديا. الخلافات دي كان سببها ان مفيش اتفاق بينهم، وده بسبب غيرة بسمة على تامر. بس خلافاتهم دي اتحلت ورجعوا لبعض من تاني. حكايات ما بتخلصش. رجعت أخبار انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل تسيطر على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وده حصل تحديدا في سنة 2017. بس تامر محبش ان الموضوع يكبر واعتذر لبسمة وقرر انه يكمل حياته معاها في سلام. رسالة لامرأة مجهولة: وجهت بسمة بوسيل من خلال حسابها على انستجرام رسالة لامرأة مجهولة، وقالت فيها: بسمة مش هيتجوزك، روحي اركني، بلاش شو عن طريق ناس نصكم. تصرف متهور. في سنة 2020 كانت المرة الثالثة اللي أعلنت فيها بسمة بوسيل إنها بدأت في إجراءات طلاقها من تامر، وقالت: لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور. وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة. بالتوفيق للجميع. بس تامر ما سكتش ورد وقال: ربنا جعل ما بيننا مودة ورحمة، عشان كده للأسف انتي عرفتي ان في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم. يا ريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لولادنا. وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا. متهورة بس بحبه. انفصال مؤكد. في إبريل اللي فات أعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها بشكل رسمي من الفنان تامر حسني، وقالت في ستوري ليها على انستجرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق. لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير، أمين يا رب. ورد عليها تامر في ستوري على انستجرام مؤكد كلامها وقال: وجعلنا بينكم مودة ورحمة وبين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله لهم الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب، وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد. وبكده يكون تم الانفصال فعلا بشكل رسمي بينهم. اللعبة على المكشوف. بعد ظهور تامر مع مديرة أعماله هالة عمر وكلامه عن علاقتهم ومدى حبه واحترامه ليها، هجمت بسمة بوسيل مديرة أعمال تامر حسني بستوري ليها على انستجرام وقالت: حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هالة، احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك، بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك. وبسبب كلام بسمة ده ربط الجمهور إن هالة عمر هي المسؤولة بشكل مباشر عن طلاق بسمة وتامر. بعد المفاجآت وقصة الحب وسلسلة الأزمات اللي حصلت في حياة تامر حسني وبسمة بوسيل، هل انتوا شايفين إن قرار انفصالهم ده كان الأنسب ولا تسرع بدون داعي؟